لإمساكك كرتي. طبعا يمكنك دائما الاعتماد علي. أمي هناك، تعال معي. نعم، ولكن ما رأيك أن نتذوق أولا مثلجات الشوكولا والفريز؟ ها؟ إياك وأن تذهب مع أحد إلى أي مكان إن لم تخبرني أو تخبر أباك. حسناً، ولكن دعني أخبر أمي. ما بك يا رجل؟ أنت لم تعد صغيرا، إنها 10 دقائق فقط، لن نتأخر. حسناً، إنه صديق أبي المقرب، لا أظن أن أمي وأبي سيمانعان. تعال تعال لأريك شيئا. لا تجلس في حضن أحد مهما كان قريبا منك. لا بأس، أنا مثل أبيك، لا تكن مدللا. لا تسمح لأحد بالاقتراب منك أكثر من اللازم. أصرخ حتى يخاف منك، أهرب، أخبر أحدا. ابتعد ابتعد عني. أمي، أبي. هي ما بك؟ إهدأ أمي، أمي. إهدأ يا ولد، إهدأ. ما رأيك في كأس الحليب الساخن؟ أما زلت متعبا؟ لم تخبرني بما حدث في الحديقة وكيف ضاعت الكرة. ألست غاضبة علي لأني لم أسمع كلامك وابتعدت عنك؟ أنا لست غاضبة عليك، ولكنني أخاف أن يصيبك مكروه، وعندما تأخرت جن جنوني. حسناً، ستصدقين كلامي إذا أخبرتك بما حدث؟ نعم، سأصدقك. ما تراه مني ليس غضبا عليك، بل هو خوف عليك. أنت حبيبي وقطعة مني. صديق أبي، أتعرفينه؟